توتر، كان في استعجال، وده طبيعي جدا ان انت عايز تعوض هدف واثنين وثلاثه كمان واربعه، فكان في نوع من الاستعجال والتوتر الشديد اثر على اداء اللاعبين داخل الملعب من حيث التمرير، من حيث الكرات الطويله اللي عدم مش هقول البطء، يعني عدم تركيز، عدم التركيز، مفيش تركيز في التوصيل، وده طبيعي جدا، طبيعي يعني طبيعي جدا بالنسبه للاعبين ان هم كانوا بيستعجلوا ان هو عايز يجيب هدف. فانا اعتقد انه خروج الشوط الاولاني بهدف احمد خيري هيحد شويه من التوتر بالنسبه للاعبين، عدم الاستعجال في انهاء الهجمه، هتلاقي فيه راحه نفسيه، هتلاقي فيه تمرير سليم، هتلاقي فيه عمر جمال معنويا ارتفع، ونشوفه في اللقطه اللي بيجي على احمد خيري، هتلاقي جون انطوي ارتفع معنويا، هتلاقي احمد علي ارتفع معنويا، هتلاقي عمرو السوليه ارتفع معنويا في الجانب. ولذلك بعد الهدف كان الاسماعيلي كان هو المسيطر، سيطره على مباريات السبع ثمان تسع دقائق الاخرى. فكان مهم جدا جدا هذا الهدف ان هو يجي، لا يجي في بدايه اللقاء او في بدايه الشوط او في وسط الشوط او في نهايه الشوط، فكنا تنهي المباراه ب1-0 في الشوط الاول، فده هيزود من اداء الناحيه الفنيه للاسماعيلي، هيزود من التركيز، هيزود من عدم ما فيش استعجال، ما فيش توتر في التمرير، لان دي كانت مشكله وده طبيعي جدا. يعني لعيب خسران 3-0 فهتلاقي التوتر مهما الجهاز الفني يبدا يعده معنويا ونفسيا ويقول المباراه والى اخره، هو معنويا يعني شايف هذه المباراه بالنسبه له صعبه انما ليست مستحيله، انما كونه يخرج في هذه المباراه هذه نقطه ايجابيه. انما النادي الاسماعيلي خلينا نقول الشوط الاول التمركز الدفاعي على اعلى مستوى، ويمكن احمد عبد العزيز مودي وشريف رجب بيأدوا الاطراف بالنسبه لادم الرجابي واوليفر كرياكازي لما بينزل في وسط الملعب او بيروح على الطرف اليمين او الطرف الشمال. النادي الاسماعيلي بيعمل حاجه كويسه جدا النهارده في الناحيه الدفاعيه. الناحيه الدفاعيه ان هو بيخرج لاعبين البنزرتي خارج الملعب، وكلما هؤلاء اللاعبين بعدوا تماما عن العمق كلما قلت الخطوره على مرمى محمد صبحي. وتجد الخطوره الحقيقيه للفريق البنزرتي هو الكرات الثابته، ويمكن انما التجانس في الثلث الاخير برضو او المهذبي او شاكر البرقاوي او المجموعه دي في الثلث الهجومي مفيش تجانس، مفيش انهاء هجمه، ويمكن اخر مباريات ليهم معظم الاهداف 90% منها كانت كرات ثابته مع النادي الاهلي او مع الاسماعيلي كانت كرات ثابته. انما النادي الاسماعيلي عليه خلاص التوتر بالنسبه له انتهى. الفريق البنزرتي بيقفل كويس، لابد ان هو يبقى فيه هدوء في بناء الهجمه، يبقى فيه عدم استعجال. الكرات الطويله مش في صالح النادي الاسماعيلي، لان كل الكرات الطويله بياخدها علي المشاني وبياخدها العربي جابر، فكل وعندهم حارس مرمى متميز هو فاروق بن مصطفى، فلابد ان هو يمسك الكره لفترات بحيث ان هو يقدر في بدايه الشوط الثاني يحرز هدف، يبقى المعنويات هترتفع تماما. انما الحذر الشديد، ويمكن ده النادي الاسماعيلي متميز فيه الناحيه الدفاعيه، انه تمركز من عبد الحميد سامي وسامي عبد الفضيل واحمد عبد العزيز مودي وشريف رجب، وفي وسط الملعب محمد الشريف ملتزم تماما هو والسوليه، وهناك انضباط جيد في وسط الملعب، فده شيء كويس. انما بقي على الثلث الهجومي ان يكون متواجد احمد علي في 18، بقي ان يكون جون انطوي ما ينزلش لفترات طويله، بقي عمر جمال ان يكون لما يكون في وسط جون انطوي او احمد علي، هنا الخطوره بتزيد، انما لما بيخرج خارج العمق الملعب هنا الخطوره بتقل بتاع عمر جمال. تمام. ولكن كابتن فتحي خلينا نقول ان الهدف يعني جاء نموذجيا ولعب يعني دور العصا السحريه في عوده الاسماعيلي مره اخرى قبل نهايه الشوط الاول الى الاصرار على انه يحقق نتيجه ايجابيه في هذا اللقاء. بنشوف الهدف مره ثانيه هو مع حضرتك، والكره احمد خيري اهو بيهرب من الرقابه اللصيقه من المدافعين ويرتقي اعلى نقطه ويطلع بكل ارتياحيه، لعبها في الزاويه اليمنى. بن مصطفى ما يقدرش يعمل لها اي حاجه. حقيقي يمكن طارق من اسلوب اداء النادي الاسماعيلي او اسلوب النادي الاسماعيلي النهارده التنويع في الضربات الثابته، يعني برضو من الحاجات الكويسه جدا ان انا حتى كنت كاتبها في الملحوظات ان الاسماعيلي لازم ينوع في الضربات الثابته، فهو نوع ما بين النهارده اثنين بيلعبوا كوره مع بعض الشورت كورنر، وما بين ان هو بيلعب كور طويله، ومن الكور الطويله استثمر احمد خيري هذا الهدف وسجل هدف رائع. النادي الاسماعيلي
عمل اداء شويه في الربع ساعه الاخيره، اداء كويس ويمكن سجل في الربع ساعه الاخيره. النادي الاسماعيلي يحتاج ايضا الى التمرير كتير في العمق، لانه لازم ياخد ضربات ثابته كتيره، لان الفريق البنزرتي واضح قوي ان هو متوتر، واضح قوي انه بيعمل فاولات، واضح قوي ان هو في 5 كروت صفراء. فاداء النادي الاسماعيلي مش شرط ان التمرير العرضي يبقى كتير قوي، لازم يمرر في العمق. هنا لازم عمر جمال لازم يتحرك تحت احمد علي، لازم يسيب الجانب الايسر هو وجون انطوي على الاطراف، ما يملش على الاطراف، يخلي الاطراف النهارده في مثلث تحت رصيد الحرب، يخلي الاطراف النهارده في شريف رجب في الجانب الايمن ماشي كويس قوي النهارده، ومفتاح دور هجومي هايل النهارده، بيزيد كويس وعنده من المقدره ان هو الجنب الشمال بقى. عمر لازم يسيب هذا الجانب ويبتدي يخش تحت احمد، هنا بيبتدي اما تتلعب له في العمق، وعمر جمال عنده من المرونه وعنده من التفكير وعنده من المراوغه والرؤيه، يقدر يستثمر الحته دي. ولكن هو بيلعب ناحيه الشمال خلاص دوره اصبح محدود، او اصبح النهارده حريه التصرف محدوده معينه، فلازم يبقى في حد تحت احمد علي، لان جون انطوي بيلعب على الجنب اليمين وعمر جمال على الجنب الشمال، وسايبين احمد علي لوحده في منطقه ال 18. بيتحرك ساعات عمرو السوليه، ساعات احمد خيري تحتيه، ولكن عمر جمال مهم جدا ان هو يشتغل في الحته دي ويسيب هذا الجانب لاحمد مودي، انه احمد مودي بيمتاز ايضا برجليه الشمال، يقدر يرفع بيه اوفرات كويسه قوي. تمام. فده اسلوب نادي الاسماعيلي النهارده، انا شايفه ان هو احسن من المباراه الاولى، يعني احسن من المباراه الاولى، يعني حتى في ثقه في الاداء، في ثقه في التمرير. بالرغم من ان في بدايه الامر جون انطوي يمكن في تمريرات خاطئه كتير، ولكن ابتدت الامور تبقى احسن، وابتدى الدور الهجومي يبقى احسن للنادي الاسماعيلي، بدليل ان هو يمكن خد 7 رميات ركنيه او 7 ضربات ركنيه. تمام. يمكن في خلال الشوط الاولاني. يمكن ده اللي هيخلينا ارجع للكابتن حمزه مره ثانيه، والضغط لما بيبان من لعيبه الاسماعيلي بيبدا لعيب البنزرت يا كابتن يعملوا فاولات، بيتعمدوا الخشونه في 5 انذارات، وبيبدا حاله من الارتباك والبرجله لدى لاعبي البنزرتي. ولكن هل الاسماعيلي بيلعب بنفس طريقه البنزرتي هناك، ولا اللعب على الكرات العرضيه وعلى طريقه انه لا يفل الحديد الا الحديد، وتحديدا اذا كان هناك نوع من الاستكانه والمسالمه شويه في اداء البنزرتي؟ يعني البنزرتي بدا حتى بدايه اللقاء فاجئ الاسماعيلي ببدايه هجوميه قويه جدا، انما تراجع اداء. وانا زي الثلث الاخير الفريق البنزرتي في مجموعه لاعبين، ادم واوليفر والمهذبي وشاكر، مجموعه كويسه، انما كلها خارج الملعب، يعني كلها خارج الملعب، انما هم بيدافعوا كويس، يعني دفاع منطقه بيدافعوا كويس جدا جدا ومتمركزين، وبيجبروا لاعيبه النادي الاسماعيلي ان هم يلعبوا الكرات الطويله اللي هم متميزين فيها. تمام. انما التوتر وده طبيعي جدا بالنسبه للاعبين بعد نتيجه يعني عاليه جدا من الاهداف، فكان توتر. هنا الشوط الثاني هيحدث التوتر المفاجئ بقى للاعيب الترجي، يعني اللاعب البنزرتي هيبقى في توتر ان هو يخرج من الشوط الاول 0-0 وهو معاه رصيد 3 اهداف، ولم يهدد مرمى يعني محمد صبحي، ولم يصل لمرمى محمد صبحي. تمام. باستثناء حاجات كده مناوشات من الخارج لاوليفر وادم الرجاي خفيفه يعني عايز اشيد بالناحيه الدفاعيه بتاع النادي الاسماعيلي ان فعلا لازم يبقى في مجموعه